اي واحد فينا الجسم ديالو فيه واحد النسبه ديال الدوبامين كتدور فيه في اغلب الوقت، واللي كتسمى ذا بيس لاين اوف دوبامين، اي النسبه الطبيعيه اللي كتدور باستمرار في الجسم ديالك. وهذه النسبه كتختلف من شخص لاخر، وهي اللي كتحدد الشعور ديالك بشكل عام، واش انت فرحان ولا واش متحمس ولا عكزان. واي واحد فينا كذلك كيقدر يعيش واحد اللحظه ديال المتعه اللي كيكون فيها الدوبامين مرتفع على مستوى خط الاساس عن طريق تحفيزه بالقيام ببعض السلوكيات. ملي كتجرب شي حاجه مثلا ولا كتشهى شي حاجه انت باغيها بزاف وهاد الحاجه ممتعه بالنسبه لك، نسبه الدوبامين كترتفع بشكل مفاجئ. والحاجه اللي كتوقع في هاد اللحظه هذه واللي خاصك ترد ليها البال، وغالبا انت ما كتردش ليها البال، هو ان المستوى الاساس ديال الدوبامين اللي كان عندك من قبل كيهبط على المستوى اللي كان فيه. علاش؟ حيت هذا الارتفاع المفاجئ في كميه الدوبامين كيأثر بشكل مباشر على الكميه اللي غادي تبقى تدور في الجسم ديالك من بعد. كنظن انك مازال ما فهمتيني مزيان، غادي نبسط لك الفكره اكثر وغادي نشرح لك بالتفصيل. الخلايا ديال الدوبامين اللي كاينه في الدماغ ديالك دايره بحال واحد المعمل صغير خدام 24 ساعه على 24 باش ينتج الدوبامين. هذا المعمل هذا عنده واحد الخزان اللي كيعمر فيه الدوبامين اللي كينتجو، وفيه واحد الروبيني دايز مباشره في الدم طالق لك منه واحد النسبه معينه من الدوبامين وما كتكونش كبيره بزاف، وهي اللي كتدور في الدم ديالك في اغلب الوقت، وهي اللي قلنا عليها كتسمى ذا بيس لاين اوف دوبامين، اي المستوى الطبيعي. وهذا المستوى هو اللي كيحدد المزاج ديالك والحركه ديالك. هذا الخزان هذا فيه روبيني واحد اخر كبر من الروبيني الاول. ملي كتقوم بشي سلوك ولا كتاكل شي حاجه كتحفز الدوبامين، المعمل كيطلق هذا الروبيني الثاني على جهده، نسبه الدوبامين كتطلع في الدم، وداك الشيء علاش كتحس بالمتعه. وفي نفس الوقت الخزان كيكون خوا، والروبيني الاول ما كيبقاش دايز فيه ديك النسبه ديال الدوبامين الطبيعيه اللي كانت في الاول، والمعمل خاصو واحد المده بطبيعه الحال باش يعاود يعمر هذا الخزان، عاد يطلق ليك النسبه الطبيعيه اللي كانت عندك. وفي هذه الفتره هذه فين كيكون الخزان خاوي وعاد كيعاود يعمر، هي فين كتكون كتحس بالعجز وعدم الرغبه انك دير اي حاجه.